أهلا أهلا بوصفة جديدة من وصفاتي معكم. راح نسوي شوربة الحريرة الكل يحبها. راح نستخدم فيها قدر الضغط الكهربائي أديسون. يلا مع بعض نبدأ. فتحت القدر للتسخين واخترت وضع الشوربة. راح أضيف له الآن الزيت ومكعبات البصل. مع حمص البصل راح أضيف عودين دارسين وقطعة زنجبيل. قبل ما يبدأ يشقر البصل على طول راح أضيف لها اللحمة. الأفضل إنه يكون فيها شوية هبر. راح نستمر بتقليب اللحم لحد ما يتغير اللون، يعني يطلع على الأبيض. تغير عندي لون اللحم، راح أضيف الآن الزنجبيل المهروس. بعد ما قلبت الثوم مع اللحمة راح أضيف الآن عندي هنا الملح والفلفل الأسود، رشة الكمون ورشة الكركم، وأقلب. اللي راح أضيفه الآن عندي هنا العدس الأخضر أبو جبة فقط مغسول، وراح أضيف الحمص الناشف، يا يكون مسلوق نص سلق أو يكون منقوع. المعلب ما أنصح فيه إطلاقا. بعد ما قلبت اللحمة مع الحمص والعدس اللي راح نضيفه الآن عندي هنا معجون الطماطم فيه الصلصة، وعندي عصير الطماطم، وأقلب. راح أضيف الآن كاس موية وراح أغطيها وأتركها تقريبا نصف ساعة. طبعا انتم شايفين من البداية احنا مختارين خيار الشوربة. الآن راح أغطيه وأتركه تقريبا ربع ساعة إلى نصف ساعة على حسب كمية الشوربة اللي احنا نسوي. خلصت تقريبا خلينا نقول 20 دقيقة. طلعت الهواء وراح أفتح القدر حقنا. بسم الله. شو اللي بسويها الحين؟ عندي هنا دقيق، وكل المقادير راح أكتبها لكم. دقيق مذوب بالموية راح أضيفه للخليط وأستمر بالتحريك. رجعت ضبطت القدر مثل ما انتم شايفين على 25 دقيقة، وهذا أعطيني الملعقة. هذا قوام الشوربة بعد ما أضفت الدقيق وحركته وأضفت لها شوي موية. الحين وش نبي نسوي؟ ما راح نغطيها بالغطا الكاتم، راح أغطيها بغطا قزاز. ولا تحسبون إنه قدر غطا خارجي، هذا غطا نفس القدر. هذا المنتج الجديد من أديسون تبارك الرحمن. يعني نقدر نضغط القدر ونقدر بنفس الوقت نخليه غطا عادي ونحرك بين فترة وفترة. الحين راح أحرك كل المكونات مع بعض. يمكن تحتاج لها شوية موية، راح أزيد شوية الموية وراح نوازن الملح، وبعدين راح أتركها تقريبا من 20 إلى نص ساعة على نار هادية. تعالوا نشوف يا بنات. الحين هي خلصت. الحين نشوف عاد نرجع مرة ثانية نضبط القوام ونضبط الملح. ودي تشمون الريحة تبارك الرحمن. الحريرة من الشوربات اللي كل ما طبخت كل ما صارت ألذ. جربوا هالطريقة هذه وادعوا لي بنات. حتى طريقتها ترى سهلة، تجنن، حامضة لذيذة تاخذ العقل. أهم شيء إنكم انتبهوا بس للقوام، وهذا يختلف على حسب الدقيق وعلى حسب الحمص، على حسب اللحمة، يعني وش تشرب موية وش ما تشرب. عليكم بالعافية.